ان الاهلي تلقى عرض رسمي من فالنسيا لضم مصطفى شوبير، فخليني كده احكي معاكم في التفاصيل سريعا. الخبر بيقول ان تلقى الاهلي عرضا رسميا من نادي فالنسيا الاسباني للتعاقد مع حارس مرمى مصطفى شوبير في الموسم المقبل. اداره الاهلي اجلت الرد على هذا العرض لحين الانتهاء من فتره ضغط المباريات الحاليه، وان اداره النادي ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي اسندوا الملف ده لمحمد شوقي نائب المدير الرياضي، او يعني مدير الكوره في النادي الاهلي، بس هم بيحبوا يلعبوا في المسميات شويه يعني، للتفاوض مع الطرف الاسباني، ولكن ليس في الوقت الحالي بسبب انشغال الفريق بالاستعداد لمباراه سان داونز وما تبقى من مباريات الموسم الحالي. مصطفى شوبير تم تصعيده وهو بالغ من العمر 24 عام للفريق الاول في موسم 2020-2019، ولعب اول مباراه ليه تحت قياده المدرب السويسري السابق رينيه فايلر، وفي الموسم الجاري لعب 8 مباريات مع الاهلي بواقع 6 في الدوري ومباراه في دوري ابطال افريقيا واخرى في السوبر المصري. مصطفى شوبير تألق مع الاهلي في الموسم الماضي بعد اصابه محمد الشناوي، وقاد الفريق للتتويج بدوري ابطال افريقيا دون ان يتلقى اي اهداف، وده طبعا بعد ما لعب 9 مباريات حافظ فيها كلها على نظافه شباكه. وبينضم كمان مصطفى شوبير بشكل مستمر لمنتخب مصر من اول ما تولى حسام حسن تدريب الفراعنه، وشارك مع المنتخب تحت قياده حسام حسن في مباراه واحده.